دلوقتي احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن فريق اليهود، وقلنا ان فريق اليهود يعني له جناحين. الجناح الاولاني فريق اليهود المسرحي، واللي هو ابدع في حاجات كتير ومسرحياته اتكلمنا يعني عليها، مش هنعيد تاني. والجناح الاخر ترابيات اليهود. ترابيات اليهود ده كان فكره واشتغلنا عليها بقالها تقريبا دلوقتي تقريبا حوالي سنه، ومعانا المخرج العبقري الفاز الاستاذ سيد ياقوت برضه صاحب فكره ترابيات اليهود. ويبدو ان هو عشان عنده اسره فنيه ومحمد مطرب كبير وكده، يبدو ان جات له الفكره، لان هو طبعا من النوع اللي يحب يبقى عنده تكامل. فهو عنده فريق اليهود المسرحي وبيكتب وبيخرج، تقريبا عنده تكامل. فدخل كمان الطرب، ربما يحتاج للطرب في المسرح. فمعانا الاستاذ سيد ياقوت المخرج المسرحي الكبير، هيكلمنا عن فكره ترابيات اليهود دي جت ازاي، ومشاريعه ايه ليها، وكبرت ازاي، وبيحلم بايه بالنسبه لفريق ترابيات اليهود. اولا يا استاذ محمود، حابب اقول حاجه في البدايه، ان فريق اليهود ليه جناحين زي ما حضرتك اتفضلت قلت. الجناح الاول فريق المسرحي، والجناح الثاني ترابيات اليهود. ولكن قبل ما اتكلم عن ترابيات اليهود لازم اقول العمود الفقري لترابيات اليهود هو محدثكم الاستاذ محمود. الله يخليك يا استاذ، الله يخليك يا حبيبي، حقيقي الله يخليك. هو العمود الفقري او لا، لان انا مقتنع بفكرك والله يا استاذ سيد. الفكره جات لنا منين يا حسين؟ ان احنا فريق اليهود دايما بنسعه ان هو فريق لله الحمد متكامل، بمعنى ان هو فريق اليهود في عناصر كتير. العناصر الكتيرة في منها المطرب، في منها الشاعر زي الاستاذ محمود يونس حضرتك اللي هو المتحدث قدامكم، كمان الاستاذ احمد الحمله، شعراء كبار جدا عندهم مؤلفات غنائيه، عندهم مؤلفات شعريه. فاحنا باعتبارنا ان احنا فريق نقدر نقول عنده اكتفاء ذاتي. دايما انا بقول فريق اليهود عنده اكتفاء ذاتي. اكتفاء ذاتي من ناحيه العناصر، من ناحيه المبدعين، من ناحيه الاصوات الجميله. لو جينا ذكرنا الاصوات الجميله مش هنبدا بالفنان مساعد المخرج محمد ياقوت عشان ما يبقاش في شيء من المجامله، ولكن في اصوات ثانيه جميله جدا. على سبيل المثال الاصوات النسائيه استاذه نجلاء قاسم. نجلاء قاسم المفروض ان هي الوسط الشعري منخرطه معاه، وبتقدم تابلوهات جميله جدا غنائيه، صوت رائع. في كمان عازفين زي الاستاذ ناصر الشباوي، في ادم ساكس، في فريد عبد العزيز، فريد عبد العزيز، في كمان حسن الكوارشي، حد متحرك جدا وجميل جدا. الاستاذ كامل علي كامل، الاستاذ كامل علي طبعا لسه هقول عليه من القاهره، وجي حضر مع فريق اليهود. لما احنا جينا انشانا او اسسنا فريق اليهود، ان احنا عايزين نوصل لايه؟ عايزين نوصل لتكامل مسرحي غنائي، ان احنا ممكن نقدم في يوم من الايام مسرح غنائي بحيث يبقى الجناحين اتضموا في اتجاه واحد. فكان ان شاء الله او هيكون باذن الله للفريقين ابداعات فنيه كتيره، سواء في مجال الغناء، سواء في مجال الموسيقى، سواء في مجالات كتيره في المجال الفني. ده فريق اليهود ان شاء الله. يعني على سبيل المثال النهارده تلاقي النجمه رشا ياقوت طلعت في الايفنت اللي احنا كنا فيه النهارده اللي هو بتاع الزلزال. صحيح. عشان تقول شعر، بينما معروف عنها ان هي ممثله مسرحيه قويه جدا. جات الفنانه نجلاء
قالت نص لحضرتك الاول رشا، ايوه وبعد كده نجلاء قالت 3 اغاني لام كلثوم النهارده. ايوه نجلاء قاسم. ده فريق اليهود يا جماعه، اللي هو زي ما فضلت عمال تقول ليه جناحين، جناح مسرحي وجناح الترابيزه. ان شاء الله انتصروا من فريق اليهود حاجات كتيره بحيث ان احنا نعمل اختراق في الحياه الفنيه السكندريه ان شاء الله، هنطلع بيها خارج الحدود الاقليميه وخارج حدود محافظه اسكندريه، هتكون على مستوى الجمهوريه، ونتمنى ان احنا نكون خارج جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله ربنا. وانا هضيف بقى بالنسبه لثروات اليهود، يمكن الاستاذ سيد برضه هو الراجل ده بيتواضع كتير ويخفي حاجات كتير برضه يعني هو ما بيقولهاش، احنا المفروض برضه ايه نقولها ونكملها. طبعا عنده جروب اسمه جروب تربيات اليهود، وانا راجل لست مطربا ولكني راجل هاوي. الله يخليك، الله يخليك السيد. فانا معاهم في جروب التربيات، وبشوف على جروب التربيات الناس وهي بتبعت بوسات وبتغني وكده، والناس الموسيقيين اللي موجودين على الجروب ازاي بيوجهوا الناس ديت، وازاي بيبقى في توجيهات يعني افاده للمطربين الجدد، وازاي الناس بتصلح بعد ما بتغني تاني وتبعت البوسات، وازاي بيبقى يعني برضو الحاجات اللي الاستاذ سيد المشاريع ان يعني هيبقى ان شاء الله في دروس في علم الموسيقى للناس، بدل الناس ما تروح يعني في ناس ظروف عملها معاهد موسيقى ما تنفعش، فان شاء الله في الخطه ان هيبقى في ناس تدرس موسيقى في اكاديميه دوايت. واحنا بنشكر المهندس سيد منصور عبد الكافي، احنا يعني ما ذكرناهاش، نعتذر له في الفيديو اللي فات، ولكن انا كنت فاكر والله بس الفيديو قطع علينا، الفيديو قطع علينا في الاخر، ولكن هو الراجل بيدعمنا كلنا. فان شاء الله الاستاذ سيد بتفكيرنا مع بعض هيجي ان شاء الله ناس قامات كبيره فاهمه موسيقى هتدرس للناس ديت علم الموسيقى والجواب والقرار وامتى الواحد يقف والنفس والحاجات دي كلها المطرب المبتدئ محتاج يعرفها. ففريق التربيات اليهود ما هوش حد يغني او يبعت، لا ده كيان تعليمي ويخرج ان شاء الله مطربين بعد كده، زائد ان يمكن امسيه النفوشي اللي فات المطربه نجلاء قاسم طلبت كتاب بتاع كتابه الاغنيه بطريقه احترافيه، وعشان عايزه تلم الجزء النظري وعايزه تدرس الجزء العملي اللي الاستاذ سيد بيتكلموا فيه دلوقتي. مدرسين تيجي تجيب تدرس للناس ديت، وقرت فيه وعرفت من تاريخ نشأة الأغنية إيه، وإيه الكوبليهات، وإيه المرجع، وإيه السينيو، وإيه الدخلات، الدخلة بتاعت الأغنية، وإيه القفلة، يعني كل ده مطربة لكن بتدرس نظري. وبرده الأستاذ سيد برده مش سايب الناس ديت عشان دروس الموسيقى إن شاء الله اللي جاية، وبإذن الله المطربين كلهم بتوعنا الحاجات دي هتدرس لهم، سواء النظري أنا هدرسه، سواء العملي هيجوا مدرسين يدرسوه، بحيث يبقى المطرب مثقف، ما هوش مطرب سطحي كده وخلاص، يبقى مطرب بيسعد ان بينتمي الى فريق التربيات اليهود. التربيات اليهود خرجت كذا، فده اللي احنا بنشتغل عليه، زائد ان شاء الله في الايام اللي جايه عندنا الحمد لله كلمات اغاني، وان شاء الله هنعمل مسابقات للاغنيه وناخد افضل اغاني، سهره غنائيه باذن الله بعد العرض المسرحي هنتكلم عليها استاذ سيد دلوقتي باذن الله. فبرضه عندنا الحمد لله اغاني موجوده وعندنا ملحنين موجودين، وان شاء الله باذن الله مفيش اي مشكله يتعمل مسابقه اغنيه ربما سنويه برضه بتفكيرنا مع بعض، انا واستاذ احمد حمله واستاذ سيد اللي هو المايسترو بتاع تربيات اليهود، بحيث ان احنا لو عملنا مسابقه الاغنيه سنويه وطلع خدنا 10 اغاني مثلا جيدين ولا حاجه، ايه المشكله ويتنفذوا من الملحنين بتوع التربيات. وان شاء الله الاستاذ سيد لسه بيتكلم هيتعمل حفلات للنجوم دول اللي هيتعمل لهم اغاني، ويبقى مثلا النجوم بتوعنا محمد ياقوت، نجلاء قاسم،
اسراء عبد الشفيع، في دانييلا، المطربين الصغيرين والكبار والبنتين الكويسين اللي احنا شفناهم في الوايت. سميهم استاذ كامل بقول لك، الاستاذ كامل علي كامل، ومطربتين صغيرين برضو اكتشفناهم في حفله الوايت اللي فاتت. كل دول ان شاء الله هيبقى فيه اهتمام وانتاج فني ليهم، ان شاء الله هيبقى حفله باذن الله. يعني ربما الصيف ده خلاص هنعمل فيه حاجات، بس قبل ما يخلص باذن الله بعد مسرحيه الاستاذ سيد ديدو وهريدي باذن الله فورا هنبتدي نعمل ربما حفله او اتنين للمطربين دول يقدموا للجمهور والناس تسمعهم ويشوفوا اصواتهم ويعرفوهم، الى ان ياتي لو قدر لنا العمر الصيف الجاي يكون حاجات اتحضرت لهم بقى واتعملت، ويبقى حفلات غنائيه بكامل علي كامل، يبقى له يوم حفله تربيه باسمه، نجلاء قاسم حفله تربيه باسمها، محمد داوود حفله تربيه باسمه، اسراء عبد الشفيع ودانييلا. كل دول هيبقى كل واحد خلال الصيف حفله باسمه هو يطلع، وهيتقدموا الناس التانيين معاه، بس هيبقى هو العنصر الاساسي. يعني هو هيقول فقره ومطرب يقول ويرجع هو يقول تاني، يعني هو الاساسي في الحفله، والحفله اللي بعدها غيره، بحيث يبقى يقدر يظهر نفسه للناس اكتر، الناس تسمعه بطريقه مكثفه وافضل، وعلى الهامش برضو بقيه عناصر فريق داوود الناس تسمعها. ان شاء الله في افكار كتيره وفي حاجات كتيره، وان شاء الله الاستاذ احمد حمله متحمس جدا برضو للفكره، والراجل مش سايبنا، ومتحمس لفكره الاغاني الهادفه الجيده ما عندناش اسفاف باذن الله تعالى. وعندنا ان شاء الله والباب مفتوح لفريق تربيه داوود من خلال الفيديو، ومن خلال وفي ناس بعتت لنا بوتسات، ولسه في ناس تحت الاختبار مع الاستاذ سيد، مش تحت الاختبار بمعنى لان فيهم ناس كتيره، يعني في من دمياط وفي من كفر الشيخ، في ناس بعتت لنا كتير. فالراجل بيحب يسمع مطرب على رواقه وعشان يحكم عليه، علشان ما يظلموش، عشان لما يقدمه للناس بيقدم مطرب فعلا من فريق تربيه داوود يفتخر بيه. فحاجات كتيره، وان شاء الله ده تعديل لمسار الاغنيه والاسفاف، ان شاء الله نحطها على طريق الفن. عصر ما عادش عصر اغنيه ام كلثوم ساعه الا ربع وساعه والكلام ده، لا، نقدم ان شاء الله فن هادف راقي، كلمات راقيه ولحن راقي واخراج وكليبات. وعندنا صحيح بالنسبه للكليبات رؤى العرب، الاستاذ احمد حمله رئيسها برضو متحمس جدا للكليبات والاغاني اللي هتتعمل للمطربين دول. رؤى العرب ومنهم ناس تبع رؤى العرب فعلا منتمين زي نجلاء قاسم، محمد ياقوت وغيره، فريد، والناس دي كلها كلهم تبع تربيه داوود، هيتعمل لهم ان شاء الله كليبات بحيث يبقى تربيه داوود عمل متكامل من اغنيه ناس تنتمي ليه، الحان ناس تنتمي ليه، واخراج ناس تنتمي ليه، توزيع ناس تنتمي ليه، كليبات ناس تنتمي ليه. فكلنا باذن الله مع تربيه داوود وورا تربيه داوود، وان شاء الله باذن الله تربيه داوود ان شاء الله من يوم ليوم مش من سنه لسنه لافضل واحسن. ويمكن احنا دلوقتي بنروح الامسيات والندوات والحاجات دي عشان يبقى برضه التربيات داوود تواجد، بنعمل اعلان على الجروب وبنروح في الامسيات والحاجات دي عشان برضه الناس الى حين ما يبقى في الاوقات اللي هي ما فيهاش جروبات، الاوقات الكبيره مش بنحرم الناس انها ما تروحش، لا، الناس بتروح للناس وتروحي الامسيات وكده، ولكن في الاوقات برضه اللي ما بيبقاش فيها جروبات اما بيتعارض بيبقى ساعتها التدريب والجروبات للتربيات داوود. ويمكن النهارده كان نجلاء قاسم الزهراء وكانت في نقابه المهندسين فاحيت الاثنين، وبرضه محمد داوود بيبقى معانا واسراء بتبقى معانا، وان شاء الله دايما في تقدم وعلو. وهترك بقى الفيديو للاستاذ سيد يختم بكلمه نهائيه. انا هختم بكلمه دايما معلمنا الكلمات الرقيقه الاستاذ احمد الحمله. يمكن هو على مستوى الشعر والشعراء قال مقوله ستكون خالده باذن الله، وهي
الشعر وراحوا من بين اهليه. بين اهله. حاليا دلوقتي فاجئنا بحاجه انا هخليها على طول في اللوجو، واحنا هنقولها كلنا واحنا بنختم كلمه الاستاذ احمد اللي قالها: فريق الياقوت لن يموت. لن يموت. دي و... مقولة قالها الاستاذ احمد الحمله. ان شاء الله فريق الياقوت لن يموت، وان شاء الله لن يموت بوجودكم، وجود المخلصين له والناس الداعمين حواليه. يعني فنانة رشا ياقوت لها كل الشكر والاحترام والتقدير، لان هي برضو عنصر اساسي في الترابيات، وهي كانت بتشاور عقلها من فتره برضو انها ايه يعني عشان تبقى التكامل عندها يعني عشان تبقى ممثله شامله. هي عملت الصعيدي وعملت الادوار كلها، وهتعمل البدوي وهتعمل الادوار كلها باذن الله بتوجيه الاستاذ سيد المخرج الكبير. وان شاء الله انتظروا رودي ياقوت الفنانه النجمه الجميله، نجمه فريق الياقوت. وبنشكر الجده الفاضله الاستاذه صباح، وبنشكر الاستاذ محمود يونس اللي هو بيقدم وبنشكر الاستاذ احمد الحمله. عاوز اقول حاجه، انت فاجئتني النهارده ان انت يعني تضاهي كبير مقدمي البرامج. الله يخليك يا ريس، الله يخليك، فعلا الله يخليك يا ريس، الله يخليك، حاجه الله يخليك، يعني مش اكاديميه. الله يخليك يا ريس، الله زي يخليك، ما الاستاذ سيد بيقول كده خارج الصندوق. ببساطه. الله يخليك يا لا ريس، حقيقي والله. الله يخليك يا ريس، الله يخليك، ساعدتنا الله يخليك يا في ريس، هذه الله يخليك، القعده الله يخليك يا ريس. اللي وصلت الساعه دلوقتي 2 الا 3 دقيقتين. الله 2 يخليك. الا دقيقتين. القعده معاكم يعني محلاها عايزين يعني. نروح. احنا قاعدين فين دلوقتي؟ في 45 والله، 45 جنب الزهراء، جنب اكاديميه الزهراء قاعدين وبنشرب شاي وتمام التمام وقاعده. في النهايه بس قبل ما نختم الترابيات، احنا كاخوه كلنا في ترابيات الياقوت بنتوجه بالدعاء لاختنا ليلى ابو زيد، لان هي من فتره بتمر بوعكه صحيه، ويعني محاليل وادويه، وكان عندها يعني تقريبا تجلط في بعض، فنتمنى لها الشفاء العاجل من الفويس ده. وهي دايما بتمتعنا وبتبقى معانا، وسيده فاضله محترمه كلنا بنحبها. واترك اخويا السيد ياقوت في تمنيات بالشفاء لاختنا ليلى ابو زيد. طبعا بتمنى لها الشفاء العاجل. فنانه ليلى ابو زيد فنانه ليها حضور جميل جدا، صوتها شاكي، فنانه بمعنى الكلمه. يمكن ان احنا في البدايه لما كنا بنعمل الامسيه اللي كانت الامسيه الفنيه اللي كانت في الموبايل، يمكن كان نظرا لبعض الرؤى او بعض امور معينه، بس انا بكن لها معزه جدا. هي فنانه تجل وتحترم، ان شاء الله ترجع تاني احسن من الاول. هي اعتذرت عن الحفله والله لظروف انا اعلمها يعني، انا اعلمها يعني ظروف خاصه. هترجع تاني وهتكون من ضمن فريق ترابيات الياقوت، وتكون احد الاضلاع المهمه جدا. احنا ما نقدرش نستغنى عنها طبعا، ما نقدرش نستغنى عنها. قول كلمه للاستاذه ليلى ابو زيد يا استاذ احمد. الفنانة ليلى ابو زيد صديقة قديمة جدا، أعرفها من سنين، وأعرف بناتها المحترمات. في الحقيقة ربنا يعني يشفيها، وقريب بإذن الله نشوفها. والله ان شاء الله لو الظروف تستدعي ان احنا نزورها مفيش مشكله والله يعني، بس احنا انا نتابع حالتها، وهي الحمد لله اتحسنت، ويعني الحمد لله ابتدت تتعافى. وانا نسيت اسال عليها النهارده والله، لان هي سيده فاضله وانا بعتز جدا. صاحبة واجب. هي صاحبه واجب، وانا بعتز جدا بالفنانه ليلى ابو زيد. وليلى ابو زيد ليها يعني فضل عليا انا شخصيا اخوي. السنه اللي فاتت بعد ختام دوره عروض الاطفال، وكان توزيع الجوائز وكده، وكان الاستاذ احمد موجود، انا طلبت منها انها تيجي وتحيي الحفل بتاع الاطفال وكده. قبل ما اكلمها قالت لي يا استاذ محمود طلباتك اوامر، انت ما تتكلمش في امور، انا جايه لاولادي
وجايه لاخويا الاستاذ محمود يونس، وجايه دوايت، وانا بحب دوايت والاستاذ سيد داوود والاستاذ احمد حمله، وكلكم اخواتي واحبابي. فانا جايه طبعا، ويسعدني ان انا اغني للاطفال، فانا بشكرها وبشكر عهد وبشكر رحمه ولادها الافاضل المحترمات زي ما الاستاذ احمد حمله بيقول. وان شاء الله ربنا يا رب يكرمها ويجعل ايامها كلها سعاده ويشفيها يا رب الشفاء العاجل. ومن هنا كل التحيه والحب والاحترام والتقدير للفنانه الكبيره ليلى ابو زيد، ان شاء الله ترجع تملى الدنيا تاني طرب، والف الف الف سلامه على الفاضله المحترمه الاستاذه ليلى ابو زيد. ونختم برضو مش هننسى رشا تقول كلمه للاستاذه ليلى ابو زيد. ماشي. ليلى السلام عليكي، وان شاء الله ترجعي احسن من الاول وتنوري ونشكركم جزيل الشكر وبننهي الفيديو، وان شاء الله في فيديو مع الفنانه ليلى ابو زيد باذن الله، وتغني لنا وتملى الدنيا طرب باذن الله. ونشكركم جزيل الشكر.